اهلا بيك في قناه اضرب يا برنس. نور الدنيا. انا جو. الفيديو ده هتكلم عن الخمسه اللي انا شايف ان هم حاليا اقوى خمسه في اليو اف سي، وهبتدي بالخامس. الخامس عندي مقسوم نصين ما بين الكسندر فولكانوفسكي وما بين إيليا توبوريا. الكسندر فولكانوفسكي بطل وزن الريشه، وإيليا توبوريا بطل الوزن الخفيف. إيليا توبوريا كسب الكسندر فولكانوفسكي قبل كده، فبالتالي مثلا ممكن حد يقول لي طب ليه مش إيليا توبوريا هو في الخامس لوحده؟ اقول لك علشان إيليا توبوريا كسب فولكانوفسكي بس، وهنتكلم على سي في، نتكلم على كارير. فولكانوفسكي كاريره وسي فيه اعلى سي في توبوريا بكتير قوي. إيليا توبوريا سترايكر جامد جدا، مصارع مقبول كويس، بس هو راس ماله كله ان هو عنده نوك اوت باور، عنده قوه ان هو ينهي ناس كتير بالقض. وبقى عن يعني ممكن حد يشوفها انها تناكه او غرور او كده، ان هو بيقول يخش مثلا يقول ايه، انا هكسب فلان بالقضيه، انا هكسب فولكانوفسكي بالقضيه. فولكانوفسكي ده اصلا اسطوره في اليو اف سي، فان انت تقول انا هكسبه بالقضيه عيب يعني. حتى اسلام خشب ما قالش كده، واسلام فايت كسبه بالقضيه يعني. بس برضه يعني ما تقولش كده، لان احتماليه حدوث ده قليله قوي، والراجل التاني ده متجرب ومعروف وموثوق. كلمه كمان عن فولكانوفسكي، ان هو فولكانوفسكي بقى متكامل. هو ريسلر جامد جدا، سترايكر جامد جدا، قلب يعني جامد جدا، عمره ما بيجيب اب، عمره ما بيتاب. هو حلك الوحيد يعني عشان تكسب فولكانوفسكي انك تفنشه. حلو حلو. المركز الرابع يجي مين؟ المركز الرابع يجي محمد انكلايف. محمد انكلايف انا كنت فاكر ان هو مصارع بس، لان هو باك جراوند داغستاني. الداغستانيين مشهورين قوي بالمصارعه، مش معروفين السترايكنج او الضرب. الراجل ده جه بقى غير كل حاجه. يعني هو لو كسب بيريرا المره الثانيه اللي هو الفايت اللي جاي ليه هيكون يوم 5 اكتوبر، بالنسبه لي هيطلع تاني كمان في السلالم ده. هو حاليا بالنسبه لي الرابع. مصارع جامد جدا، سترايكر جامد جدا. شفته قدام جوني ووكر، اداء محترم جدا، نايم جوني ووكر. شفته بيكسب اليكس بيريرا بالسترايكنج، حاجه مش مفهومه، حاجه العلم يعجز عن تفسيرها. محمد انكلايف ده بطل الوزن الخفيف الثقيل، اللايت هيفي ويت. ده كده انكلايف في المركز الرابع. في المركز الثالث توم اسبينال. توم اسبينال ده الهيفي ويت تشامبيون، بطل الوزن الثقيل. توم اسبينال ده جون جونز اعتزل، ساب الرياضه خالص، لان كان دور توم اسبينال ان هو يلعب على الحزام دلوقتي بقاله اكتر من سنه. جون جونز قاعد بيتفادى، قاعد بيختار اي فايت تاني، يعني لدرجه ان هو في فايتر كان معتزل، كان فايتر جامد جدا اسمه ستيبي ميوتشيتش، رجعه. كان بقاله 3 سنين معتزل وشغال بقى دلوقتي في المطافي، بجد مش هزار. رجعه من الاعتزال علشان يلعبوا ويكسبوا، والراجل التاني ده ايه، بقاله 3 سنين معتزل وشغال في المطافي. فهو ان انت حد يرجعك من الاعتزال يقول لك تعالى فايت جون جونز، انت اقل واجب هتعمل لك مثلا 3 مليون دولار في الطلعه دي. يعني ده في رايي اقل واجب ستيبي ميوتش. يعني هتلاقي بقى مثلا جون جونز عمل 10 وستيبي عمل 2 3، فانت راجع قاعد في حالك كده. جه حد قال لك ايه، تعالى يا باشا فايت جون جونز، حتى انت عارف كويس ان انت بره البرايم بتاعك، عارف كويس ان انت مش هتكسب الفايت ده، بس تعالى خش المواجهه دي وهتعمل مبلغ محترم جدا. فانت اللي هو ماشي يلا، وحتى لو انا عارف ان انا هخسر عادي، هامن مستقبل عيالي، بس انا متاكد ان رقمي يخلي اي حد يرجع من اعتزاله يعني. الا حد زي حبيب بقى مثلا، لان حبيب اصلا معتزل لمبدا معين وكان عامل فلوس بنت لذينه. المهم ايه بقى، جون جونز اعتزل علشان ما يضطرش يواجه توم اسبين. جون جونز ده اللي هو بره بيحاولوا يتكلموا في ان هو ده الافضل على الاطلاق في التاريخ، يعني بيحاولوا يتكلموا ان هو ده الجول، الجريتست اوف اول تايم. طبعا الكلام ده مستحيل. يعني انت عارف اللي هو ممكن اقبل المناقشه بتاعت ان جورج سانت بيير جي اس بي ممكن يكون الافضل، يعني هتكلم عادي، هناخد وندي. بس تقول لي جون جونز، مش هقبل المناقشه، لان انت ما ينفعش تتمسك 4 مرات تحليلات واخد منشطات ونتكلم في ان انت الافضل على الاطلاق. يعني انت كام فايت من الفايتات اللي انت كسبتها دي كنت انت واخد منشطات ومنافسك لا. الفايتين بتوع دي سي دانيال كورميه، الناس دلوقتي بتشوف ان دانيال كورميه فايتر مش جامد قوي بسبب ان هو ما كسبش الفايتات اللي قدام جون جون، مع ان في الفايتين هو قدم اداء محترم والتاني كان واخد منشطات بس. يعني انا بالنسبه لي، انا في الترتيب احط دي سي فوق جون جون. توم اسبينال بطل الوزن الثقيل، معاه اقصر وقت فايتات في اليو اف سي. وقت الفايت بتاعه في اليو اف سي بيبقى 2:10 وهجيب لكم الرقم بالظبط هو كام يعني. فانت تخيل فايتر بيدخل القفص بيخرج بعد 2 وحته،
يخش في دقيقتين ينيم المنافس، يديله القاضية على طول ويطلع. وكمان هو حتى في الانترفيوز بتاعته بيقول ان هو مش بيدور على القاضية، هو مش داخل وهو في دماغه انا اخش اديك القاضية، لا، انا داخل افايت عادي، لو لقيت قدامي ضربه كده باينه ان انا سايب لي الحته دي مفتوحه ان انا اضربك فيها هضربك، ولو نمت. توم اسبينال بقى اللي بيميزه عن كل الهيفي ويتس، كل بتاع الوزن الثقيل، سرعته بنت اللذينه، وانه بيتحرك كانه لايت ويت، ممكن مش لدرجه لايت ويت بس بيتحرك بجد كانه اخف من وزنه بكتير قوي. دي برضه حاجه ثانيه طبعا تعب جون جونز. انت بتكلمني في واحد في البرايم بتاعه، في عز شبابه وفي عز قوته، بينيل الناس في دقيقتين، وانت بقى جون جونز خلاص بتسلم على 40 سنه، مرعوب انك تخلص كاريرك بنوك اوت، يجي الواد الصغير ينيمك وبتاع. حلو، ده توم اسبينال في المرتبه الثالثه. وعلى فكره توم اسبينال برضه سهل جدا يطلع له خطوه، سهل جدا يطلع الخطوه اللي فوقه، بس يدينا كام مكسب كمان. لحد دلوقتي هو كسب اسامي، يعني كسب اسامي كويسه قوي في الهيفي ويت، زي سبيفاك، زي بارلوفيتش، زي كارتس بليدز. في المرتبه الثانيه احط حمزه شمايف. حمزه لسه كسبان الحزام بتاعه قريب وانا فاهم ده، بس اداؤه وهو بيكسب الحزام حتى في الفايتات اللي قبل ما يكسب الحزام كان اداء يحسسك ان الراجل ده مفيش حد يعرف يكسبه. يعني قدام مثلا واحد معروف ومجرب زي روبرت ويتكر، كسر له وشه حرفيا، كسر له فك. قدام دريك دوغلاسس اللي هو البطل اللي المفروض انه كان جامد قوي، خلى شكله هلهوله، خلى شكله هو انت ازاي كنت البطل اصلا. يعني دريك دوغلاسس سهمه كان في السماء، ومره واحده دلوقتي الناس شايفاه ان هو ولا حاجه. بص برضه انا هبقى صريح معاك واقول اللي هو ايه، انا مجامل حمزه شويه انه يبقى في المرتبه الثانيه، هو هي الثانيه الثالث، بس انا مجامله شويه في انه يحط في المرتبه الثانيه. بس هو برضه فعلا كان مسيطر ومهيمن كفايه اني مش شايف مين ممكن يكسب. طبعا حمزه غني عن التعريف، ريسلينج، مصارعه جامده جدا جدا جدا، هو هيمسكك وهيلزق فيك. بس هو حمزه لو اللي مسك هتفضلوا بقى انتوا الاثنين مع بعض قاعدين متكعبرين لحد اخر الفيلم. الوحيد اللي عمل اداء مشرف في رايي قدام حمزه كان كامارو عثمان، وعلشان كامارو عثمان اصلا اساسه ان هو مصارع يعني رسمي، فكان عنده اجابات اكتر قدام حمزه، بس في الاخر حمزه اللي كسب الفايت ده. بس على فكره حمزه فيرسز كامارو عثمان المره الثانيه هيبقى فايت حلو، لو هيحصل لازم يحصل بسرعه للاخر، لان كامارو في اخر البرايم بتاعه خالص. يعني لو هنقدر نقول ان كامارو لسه في البرايم. ده المركز الثاني. المركز الاول واضحه وصريحه مش محتاجه يعني، لما خاشت الراجل ده حاسس ان انا مش محتاج اقول حاجه عنه اصلا يعني. وعلى فكره في فيديو بتاع اسلام خاشب لما تشوفوه هيعجبكم قوي. ليه اسلام خاشب بالنسبه لي رقم واحد؟ اسلام خاشب اصلا كان الرقم واحد في ليست الباوند فور باوند، اللي هو افضل مقاتل حاليا في اليو اف سي. كان اسلام لمده 3 سنين متتاليه، وبس اتشال دلوقتي من الرانكينج لحد ما عشان هو طلع للوزن اللي فوق. فالمفروض ان هو اول ما يكسب الفايت اللي جاي ليه اللي هو في شهر 11 المفروض انه يرجع ياخد مكانه تاني. لو اليو اف سي ما ادتلوش رقمه تاني، مثلا ممكن اليو اف سي تلعب معاه بقى مايند جيمز، لعب عقل وبتاع، تديله المركز الثاني عشان تجبره بعديها انه يفايت صاحب المركز الاول مثلا. يعني انا ما بيعجبنيش الحاجات دي شويه في اليو اف سي، ان هم بيخلوا شكلها مش رياضه قوي، وبيخلوا شكلها رياليتي تي في كده، بيخلوا شكلها زي الدبليو دبليو اي والمصارعه اللي هي اللي بنبقى متفقين ايه اللي هيحصل قبل ما نلعب. بس قشطه يعني، في الاخر اوفرول لذيذه جدا. بس في حاجات صغيره كده، اللي هو ان مثلا دايما اليو اف سي في ظهر الفايتر اللي من بلد غربيه، يعني لو انت اصولك روسيه افريقيه عربيه مش هتبقى على هواهم، يعني مش هيبقوا بيبروموتوك وبيزقوك وبيدوك الماركتنج اللي انت محتاجه زي ما بيعملوا مع واحد زي كونر او جون جونز. فاسلام خاشب اصلا يعني يستاهل هايب وضجه اكتر من هو واخدها بكتير قوي. بس اليو اف سي يعني هتلاقيهم بقى قاعدين بينفخوا قوي في واحد زي إيليا توري، في واحد زي ماكس هولوي مثلا. على فكره ماكس هولوي من الفايترز اللي انا بحبهم جدا. هتلاقي الفايتر الامريكاني او الاوروبي دايما يا ده جامد قوي، ومع ان انت لو حطيت سي في وقدام سي في فايتر تاني هتلاقي ان هو مش جامد زي ما هم. فالمركز الاول اسلام خاشب. ريسلينج مفيش اعلى من ليفل الريسلينج، سترايكنج مفيش اعلى من ليفل السترايكنج، وفوق بقى كل ده، ودي حاجه انا بحترمها قوي يعني في الفايتر، انه يبقى هامبل، راجل محترم كده، ما يبقاش دوشه كتير على الفاضي. وهو يعني برضو حاجه انا مش فاهمها قوي في اسلام، ان هو مش بيكول اوت حد. يعني هو دايما لما بيتقال له بعد ما يكسب عايز تلعب مين في الفايت اللي جاي، ما بيطلبش حد بعينه. For me, no matter who can make 155, just step to the cage and stay in front of me.
يعني حتى اللي هو انه مثلا يطلع الوزن اللي فوق، هو كان مساله انا عايز اطلع اخد الوزن، يعني عايز اطلع اكسب حزام في الوزن اللي فوقي، عايز تحدي جديد، انا خلاص خلصت الوزن بتاعي، عايز تحدي جديد واطلع الوزن اللي فوق. مع ان برضه النكش والكلام ده بيبيع، مش لازم تقل ادبك على حد او حاجه. اللي هو لو انت قيمك بتقول لك اللي هو لا انا مش هغلط في حد، ده حلو جدا، بس انت ممكن تنكش، يعني مش لازم تعدي خطوط حمراء، يعني ممكن بس تنكش على هادي كده عشان تبيع اكتر يعني. ده كان الرانكينج بتاعي احسن 5 حاليا. قولوا لي رايكم، قولوا لي متفقين معايا في الترتيبه ولا عندكم ترتيبه ثانيه. وده الخمسه احسن 5 دلوقتي، مش احسن 5 في التاريخ. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم. الفيديو عجبك اعمل لايك، شير، سبسكرايب. سلام.